السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وبالله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم باش نحضروا مع بعضنا بريوش خلية النحل. أما نحب نطلب منكم تعملوا أبوني للقناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل شيء جديد. كما تراو نوريكم في لي زانغريديون كلها. هما مغرفة كبيرة خميرة، خبز وكيس زيت وكيس ماء وكيس حليب، 500 جرام فرينة، ومغرفة صغيرة زبدة، ومغرفة صغيرة عصير ليمون، وثلاثة مغارف سكر. نحطوا الماء في البول ومعاه الحليب والسكر والخميرة، ونخلطوها بالباهي باش تحل الخميرة مع الميلونج. نزيدو عصير الليمون والزيت ورشة ملح ونخلطوها بالباهي، ونزيدو توا الفرينة نتحصلوا على عجينة هكية ماسكة شوية، ومن بعد نحطوها في العجانة تعجنها بالباهي، خاطر العجينة هذه الباط تحب العجنين بالكدا بالكدا، تاخذ وقتها بالباهي. من بعد كي نشوفوها سي تعجنت نزيدوها المغرفة متاع الزبدة، تخلي لها العجينة هشوشة الصراحة. كما تراو تحصلنا على الباط هذه عجينة خفيفة وطرية ولينة. نغطيوها ونخلوها ترتاح باش نحضروا ليطاب الجاية. نحضروا الكريمة متاعنا، هما 300 مليلتر حليب مع باكو كريمة وثلاثة مغارف سكر حسب الذوق. من المستحسن تكون الكريمة كريمة فاني باش تعطي قوة بنينة للبريوش. فوالا الكريمة حضرت نحطها في بول ونسكر عليها تبرد، ما خليهاش عريانة باش ما تعمليش القشرة الفوقانية ذيك. ناخذ البلان دو ترافاي نحط عليه شوية فرينة باش ما تلصقليش آه، العجينة. ناخذ نص متاعها، النص الاخر نغطيه ما نخليشه عريان، ونحلها بشوية بشوية. من المستحسن كيف نحل الباط تكون خشينة هيك النيفو هذا، تكونش جويدة. وناخو اي امبورت بيس، خذيت الكيس هذا نحب الحجم باش نعمل بيه كعبات البريوش، الحجم هذا كما تراو كيف هكا تكون خشينة. ونكمل بقية العجينة هكايا. ناخو الطبق متاعي نعمل عليه شوية زبدة ونحل بالكعب بالكعبة بالطريقة هذه كيما باش نوريكم. تاخو هكا تحل العجينة شوية وتسكر عليها، تحط فيها شوية كريمة وتسكر عليها بالطريقة هذه. ما تخافوش، هو جيست معناه كي تبدأ تلم العجينة هي تتلم، ما تحلكش الجملة كيف نكاية بالطريقة هذه. تلم ليكوان كلها مع بعضها كيف نكاكة، وتحط الكعابر قراب لبعضهم باش تجيك من بعد المنظر يكون مزيان على الاخر، وتكلك خليط نحل مزيانة وتحفونة. نكملوا بقية العجينة كيف نكاية الطبق كامل. فوالا لهنا كملت الطبق كامل عبيته. ما بقالي كان ندهنه بصفار البيض كيف نكاية. ومستحسن كي باش تعمل صفار البيض العجينة مازالت ما نفجتش، قبل ما تخليها ترتاح من الأول تدهنها وتخليها لهنا. كملت الكل تخليها ترتاح، تغطيها وتخليها ترتاح لمدة 10 دقائق. ولهنا كملت العجينة اللي فضلت لي، حبيت نعملهم هكا كعبات كرواسون.
فوالا بالطريقة هذي نحط شوية كريمة ونلفها هكايا، طريقة سهلة. فوالا في الاخر حضرت كعبات البريوش وخليت النحل مزيانة محلاها كما تراو. شوفوا صفار البيض كيفاش خلاها لقة من فوق. حليت لك أنا هنا كعبة مازال ديجا سخونة، ما حملتهاش في يدي. كما تراو هشوشة الباط تحفون على الاخر والكريمة بنتها على الاخر على الاخر. ولهنا كعبات الكرواسون حضروا وجربوها ونحبكم برشا.